خاض المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم يومه الثلاثاء بملعب الدحيل آخر حصة تدريبية قبل مواجهة منتخب كرواتيا غدا الأربعاء برسم الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم. وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جميع اللاعبين التي وجه لهم الناخب الوطني وليد الركراكي الدعوة، بما فيهم زكريا أبو خلال المرشح الأبرز للغياب عن مباراة كرواتيا حسب تصريح عبد الرزاق هفتي طبيب المنتخب المغربي. كما قام لاعب الأسود بزيارة تفقدية صباح اليوم لأرضية ملعب البيت والذي سيحتضن المواجهة أمام كرواتيا، وعرف أيضا احتضان المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور. ومن المقرر أن يعقد وليد الركراكي ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بداية من الساعة 3:30 بتوقيت المغرب للحديث عن المواجهة القوية المنتظرة أمام كرواتيا.